یوه جڼۍ وفات شوې الله تعالی دې ورباندې رحم وکړي د ټولو مؤمنانو څخه مو غوښتنه ده چې همدغه جڼۍ ته په غیاب کې دعاګانې وکړي چې الله جل جلاله ورته سختې ورځې اسانه کړي. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلألأ رضيت بما قد خطاه الله في المدى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن ذاق طعم الصبر ما شاء إذا ضاقت الدنيا وسدت مسالكي رفعت لرب العرش كفي وأدمعي فما خاب من كان اليقين سلاحه وما ضاع من كان الكريم له معي. يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلألأ تحملت آلامي بقلب موحد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به سره ولعزت جل جلاله هم آباد سوکاله او خوشحاله ولره. بیا هم الحمدلله ختم القرآن لرو چې همدغه ورور د خپل اعنا لپاره کړي رب جل جلاله دې د همدغه ختم القرآن دعاګانو د یاسین شریفونو او ورسره دغه خیرات ثوابونه الله تعالی جل جلاله ورته ورسوي. یوه جڼۍ وفات شوې الله تعالی دې ورباندې رحم وکړي د ټولو مؤمنانو څخه مو غوښتنه ده چې همدغه جڼۍ ته په غیاب کې دعاګانې وکړي چې الله جل جلاله ورته سختې ورځې اسانه کړي او الله پاک ورباندې رحم وکړي او الله پاک حساب ورته ډېر اسانه کړي او الله جل جلاله د نیکۍ او د احسان معامله ورسره وکړي. نو موږ به انشاءالله العزیز ختم القرآن ولرو. د ختم څخه وروسته به بیا خاتمه او دعاګانې ولرو او دریم قدم کې به انشاءالله موږ بیا د ډوډۍ خیرات ولرو د همدغه شاګردانو لپاره دغه حافظانو او صاحبانو لپاره چې قرآن کریم یې ختم کړی دي. د خیرات په ترتیب باندې به انشاءالله دوی لپاره ډوډۍ امادګي نیولې ده او ډوډۍ به ورته ورکړو. نو تاسو پروګرام تر پایه سره وګورئ. هیله ده چې همدغه پروګرام شیر کړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ او تر نورو مؤمنانو ورسوئ. او غوښتنه مو هم دا ده چې همدغه بیبي جان جانې چې وفات شوې ده د دې لپاره د الله جل جلاله له دربار څخه د مغفرت دعا وغواړئ. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ټول له مصیبتونو له غمونو له مشکلاتو وساتي او الله جل جلاله دې دوی فامیل ته صبر جمیل ورکړي. الله تعالی جل جلاله دې دوی له باقي غمونو له مشکلاتو څخه وساتي او د همدغه غم په عوض کې د الله تعالی جل جلاله په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. جزاکم الله خیرا. يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلألأ رضيت بما قد خطاه الله في المدى. فمن ذاق طعم الصبر ما شاء إذا ضاقت الدنيا وسدت مسالكي رفعت لرب العرش كفي وأدمعي
فما خاب من كان اليقين سلاحه وما ضاع من كان اتخذتموه وراءكم سهريا إن ربي بما تعملون محيط فيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلي الأرض واتبع هواه. كريم لهم معين يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلألأ تحملت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قرمة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولآباء آبائنا ولأمهاتنا ولأمهات أمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحم، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل ميزانها بالحسنات. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفرها ورحمها وتجاوز عنها وأكرم منزلها ووسع مدخلها وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقها عن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب حبيبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وفكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلأل. دوستانو دا د قرآن کریم ختم او خاتمه او دعاګانې رب جل جلاله دې قبول کړي او الله پاک جل جلاله دې همدغه ورور د باقي غمونو د باقي مشکلاتو څخه وساتي. نو بیبي جان مور ته د رب جل جلاله هغه دنیا ګل ګلزار کې الله پاک ورته مغفرت وکړي. الله پاک جل جلاله دې اعلی جنت ور نصیب کړي. تاسو سره اوسئ موږ ان شاء الله د خیرات ترتیب هم لرو. همدغه ورور د خیرات ترتیب هم کړی دی دغه کوم حافظان او کوم شاګردان لپاره چې د قرآن کریم ختم کړی دي. برنامه تر پای را سره وګورئ، را سره پاتې شئ. جزاکم الله خیرا. يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلأل. رضيت بما قد خطاه الله في المدى فمن ذاق طعم الصبر ما شاءنا. إذا ضاقت الدنيا وسدت مسالكي رفعت لرب العرش كفي وأدمعي. فما خاب من كان اليقين سلاحه وما ضاع من كان الكريم له معي. يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا نور ربي في الحنايا تلأل. تحملت آلامي بقلب موحد وما كنت للأحزان يوما بمخضع. ففي كل ضيق بشر الله يسره وفي كل جرح بلسم للموجع. يا صبر كلي في الشدائد مرفأ ويا